ملي كنت صغير وانا كنحس بشي حاجه في الداخل ديالي كانت كتجبدني العالم بعيد على حياتي العاديه. عالم اللي كان فيه الفلوس، القوه، الغموض والنفوذ كذلك. كنت دائما متاثر بالمافيا الايطاليه، قصص على الرجال اللي قادرين يحركوا اي واحد بلا ما يتحركوا هما، وحتى الحكايات اللي كيحكوها المغاربه اللي عايشين في ايطاليا كانت كتخليني نحس بشي رغبه في الداخل ديالي باش نكون جزء من هذا العالم. ولكن رغم الفضول والطموح اللي كانت عندي كنت متردد على كل فكره ندخل لهذا العالم. كانت كتخليني نفكر في الخطر، في الحبس، في الخيانه او الموت. ممكن كنت كنصور راسي واش الطريق سهله باش نقدر نعيش فيها، وحتى الخوف كان حاضر بقوه. وفي هذه الفتره تعرفت على واحد الشخص مغربي سميتو كاريزما. من اول لقاء كان بيني وبينه حسيت بشي حاجه مختلفه مع كاريزما ما كانش غير صديق عادي، كان بحال شكل دليل، طريقه كلامه، الحضور ديالو، كيفاش يقرا الناس بلا ما يعقلوا او بلا ما يحسوا به. عينيه اللي كان فيها بروده ولكن في نفس الوقت كان فيها جاذبيه. كلشي كان كيشدني في كاريزما، كل كلمه ديالو كتخلي الفضول ديالي يزيد يكبر. كل حكايه كيحكيها المافيا كانت كتخلي الحماس والخوف في نفس الوقت يزيد. ولكن الحقيقه ان كاريزما ما كانش غير مجرد صديق عادي، كان جزء من شبكه المافيا اللي كانت كتراقب، وكان هو اللي اختار باش انه يتقرب مني لانه عارف عندي قدرات وطموح وفضول كبير باش انني نكون جزء من شي مافيا. قبل ما نسافر جاني ميساج على الهاتف من رقم مجهول، كلمات قصيره وغريبه: نعرف القدرات ديالك، المافيا الايطاليه محتاجه ناس عندهم ذكاء وجرأة، بلان كتسناك. ديك اللحظه وقفت وقلبي بقى يدق بسرعه. كنت كنقرا الميساج بزاف ديال المرات، فراسي تساءلت واش هذا القرار اللي خديته صحيح، واش نقدر نعيش انا هاد المخاطر، واش غادي ندم شي نهار. ولكن كل مره كنقلب على شي سبب كنت كنرجع لكاريزما، كان كلامه كيعطيني الثقه ويزيد الحماس فيا. هادشي كان صدفه؟ لا، كل خطوه كانت محسوبه، كلشي كان مدروس. السفر الايطالي، طريقه الحصول على الباسبور جديد، الطرق القانونيه باش نمشي لايطاليا، والفندق اللي غادي نكتشف فيه المفاجاه ديال المافيا، كلشي كان مدروس. باش وصلت لميلانو خديت اول قطار. غرفه كانت صغيره ولكن كان سيكوريزي، ما كان باش نرتاح ونفكر في الخطوات اللي جايه. وعلى الطابله لقيت واحد الملف غريب، بلا اي مقدمه قلبت الملف ولقيت فيه باسبور جديد باسم جديد مختلف على الاسم الحقيقي ديالي، لاكارت ناسيونال مجهوله في الاسم ديالي كذلك، وسلاح جديد من نوع جلوك 17 بان وسيله باش ندافع على راسي. تليفون جديد غير مربوط باي رقم او بيانات سابقه، مهيأ باش يكون الوسيله الوحيده باش تواصل مع المافيا. ديك اللحظه توترت بزاف. هاد الخطوات ماشي غير مغامره ولكن غريبه وغامضه بزاف. كلشي واضح، انا دخلت لعالم المافيا الايطاليه بشكل مباشر، كلشي محضر بعنايه. فاش فتحت تليفون جديد صونا، كان رقم مجهول، الصوت على الطرف الاخر كان هادئ وصارم. غدا الموعد ديالنا مع 10 ديال الصباح. صوتهم كان واضح وبلا ما يزيدوا تفاصيل، بلا ما يخليو المجال للشك. كنت حاسس بالقلق والتوتر والخوف. هذه بدايه الحقيقه اللي غادي تحدد المصير ديالي. الموعد غدا مع 10 ديال الصباح، كلشي غادي يبدا من بعد. وفي هذه اللحظه وقفت شويه كنفكر: باسبور جديد، سلاح جديد، كارت ناسيونال جديده وتليفون جديد، والموعد ديالنا غدا مع 10 ديال الصباح. وكلشي غادي يبدا من غدا. كانت ليله طويله عليا، رغم التعب من السفر ما قدرش ننعس. كل مره كنغمض عيني كنشوف نفس الصور: باسبور جديد، سلاح وتليفون جديد. الساعه كانت كتمشي ببطء، وكل دقيقه كتقربني الموعد غادي يحدد المصير ديالي. كنزيد نتوتر. مع 8 ديال الصباح فقت لبس مزيان، داكشي بحال لي زيطاليا. حاولت نبان هادئ من الخارج ديالو ولكن في الداخل ديالو كنت غارق التوتر. كنت عارف ان الناس غادي نتلاقى بهم ماشي ناس عاديين،
هادو الناس كيختبروا بعناية وكيختاروا اكثر ما كيهضروا. بعد 9:30 صونا لي تيليفون، الرسالة كانت قصيرة. نزلت حتى كنتسناو الطوموبيل، هبطت بكل هدوء. قدام الباب كانت واقفة الطوموبيل كحلة من نوع فاخر، داكشي هاي كلاس، كلشي فيلم، كلشي من جوا. باب الخلفية تحل بوحدو بلا ما يخرج أي واحد. دخلت جلست، السيارة تحركت ديك الساعة. الطريق كان طويل، تقريبا نص ساعة. خرجنا من وسط المدينة ودخلنا لواحد المنطقة صناعية هادئة، ما كان لا ضجيج ولا ناس ولا حتى شي واحد. المكان كان مقصود، الفيلا ديال الكابو ديال المافيا. وصلنا الفيلا ديال الكابو اللي كانت متوقعة بالحراس وكلشي لابس الكحل وهازين السلاح، فيهم لاتينيين ودي زافريكان ودي زوروبيين. نزلت، واحد منهم طلب مني الباسبور وشافه بسرعة وقال لي البوس كيستناك لداخل. دخلنا مباشرة للمكتب اللي كان فيه واحد الراجل في الخمسينات باين هو البوس. ديك اللحظة نطق الكابو وقال لي انا ماركو الروسو، من اليوم كل خطوة ديالك غادي تكون محسوبة. جلس قدامي وبدا كيشوف فيا بمدة طويلة بلا ما يهضر. الصمت ديالو كان في حد ذاته اختبار. بعدها قال لي وصلتنا ليك معلومات كثيرة، طموح هذا كتفكر قبل ما تتحرك، ولكن هنا الطموح وحده ما كافيش. هنا كنحتاجو الولاء والانضباط. سولني على حياتي، على عائلتي وعلى الماضي ديالي، حتى الاشياء اللي عمرني ما حكيتها لشي واحد كان عارفها. فهمت في ديك اللحظة انه كانوا عارفين عليا كل شيء. المراقبة ديالهم ما كان جديد. بعدها دخل واحد الراجل اللي كانت المفاجأة هو كاريزما. وقف قدامي وضحك واحد الضحكة خفيفة، قال لي قلت لك من قبل ما كانش شي حاجة صدفة. ديك اللحظة فهمت الحقيقة كاملة. كاريزما ما كانش مجرد صديق أو وسيط، كان مسؤول على المراقبة ديالي وتقييم شخصيتي حتى التوجيه ديالي باش نوصل للإطار. ماركو قال لي اليوم ماشي اجتماع، اليوم اختبار. ما عطاني لا تفاصيل كبيرة ولا مهام معقدة. الاختبار كان بسيط في الشكل ولكن خطير في المعنى. طلبوا مني باش نوصل واحد الصاك صغير لواحد العنوان داخل ميلان، بلا ما نفتحو، بلا ما نسول، بلا ما نتأخر. كاريزما قرب مني وقال لي بهدوء هو القاعدة عندنا هنا، الفضول كيقتل، التنفيذ هو اللي كيخليك تعيش. خرجت من لافيلا معايا الصاك وعقلي عامر بالأسئلة. شنو فيها؟ واش مراقب؟ واش هاد المهمة غير اختبار ولا بداية الحقيقة؟ وصلت للعنوان. العمارة كانت عادية وسط المدينة في ميلان. دقيت الباب، خرج واحد الراجل كبير فلاش، خدا الصاك بلا ما يقول حتى شي كلمة وعطاني واحد لونفلوب صغير. رجعت مباشرة لافيلا وعطاني واحد لونفلوب اللي كان فيه الفلوس كانت كبيرة، ماكنتش متوقعش نهار نربح بحال دوك الفلوس. ماركو شاف فيا وقال لي اليوم جعت في اول اختبار، ومن بعدها زاد واحد الكلمة وخلاتني نحبس النفس ديالي. ولكن من اليوم انت لداخل والخروج ما بقاش ساهل. قبل ما نخرج كاريزما قرب مني وقال لي هادشي غير البداية، والحاجة اللي جاية غادي تبدل حياتك كامل. وانا خارج من لافيلا كان الاحساس غريب، مخربق ما بين القوة والخوف. المال في جيبي والحقيقة في عقلي. انا ما بقيش قريب من هاد العالم، انا وليت جزء من المافيا.